في ناس بتكسب ملايين في سنين، بس في واحد كسب 40 مليار دولار في يومين. انت متخيل؟ لا. والاغرب انه عنده 80 سنه ومع ذلك لسه بيلعب على اعلى مستوى في عالم التكنولوجيا والفلوس. لاري إلسون تاني اغنى رجل في العالم، حكايته العجيبه مع الذكاء الاصطناعي واوراكل. ايه حكايه الراجل ده وازاي قدر يجمع كل الثروه دي؟ كل دي تفاصيل هتعرفها معانا، فتابعنا لغايه الاخر. عارف يعني ايه تضيف 40 مليار دولار لثروتك في يومين؟ حاجه مستحيله انها تحصل، مش كده؟ بس لاري إلسون مؤسس شركه اوراكل حقق المستحيل وعملها، وبقى تاني اغنى رجل في العالم بعد ما تخطى بيزوس وزوكربيرج. كل ده حصل بسبب ارتفاع سهم اوراكل اللي بقى عامل زي الصاروخ من ساعه ما بدات موجه الذكاء الاصطناعي، والسهم تقريبا تضاعف 3 مرات من يوم ما ظهر شات جي بي تي في 2022 ولسه بيكمل طيران. من الاخر اوراكل دخلت سوق الذكاء الاصطناعي بقلب جامد، بدات تشتغل على مراكز بيانات عملاقه وبقى عندها شركات تقيله زي اللي مع الاوبن اي اي وسوفت بانك. كمان بقت جزء من مشروع ستار جراتا بتاع ترامب اللي بيضخ نص تريليون دولار في بنية تحتية للذكاء الاصطناعي. مش بس كده، اوراكل كمان اعلنت عن ارباح قياسية وايرادات وصلت ل 15.9 مليار دولار في ربع واحد، ده غير كمان التزامات مستقبلية ب 138 مليار دولار، ودي ارقام كبيرة جدا تخلي اي مستثمر يحط فيها عينيه. كل ده خلى ثروة إلسون تعدي 258 مليار دولار، يعني تاني اغنى بني ادم على الكوكب بعد برنارد أرنو. واكبر سبب على ده انه لسه عنده حوالي 40% من اسهم اوراكل، يعني اي طلعه في الاسهم بتساوي مليارات بتتزود في حسابه. بس مش كله تفاؤل كده، لا، في محللين قالوا كمان ان اوراكل ممكن تتعرض لضغط مالي علشان استثماراتها الكبيره في مشاريع مكلفه وهامش ربحها مش دايما مضمون. رغم كده إلسون لسه بيخطط لقدام وقرر يخصص جزء كبير من ثروته لمعهد التكنولوجيا اللي اسسه في جامعه اوكسفورد، وهدفه يحل مشاكل زي الجوع والصحه والمناخ. الراجل ده عنده 80 سنه ومع ذلك تاثيره على الاقتصاد والتكنولوجيا مش بيقل، يمكن بيزيد كمان.